بالنسبة لجمعيتي في الواقع في كل الوقت كانوا على اتصال معي للمساعدة. اليوم قمت بأعمال خيرية أيضا في قطر، عرفت أنك ذهبت إلى اليتامى مع أريد ودريما والمتحف الإسلامي كذلك. نعم بالفعل، لقد تنقلت إلى المتحف ولقد زرت كل هذه الأماكن. خلينا ننتقل ليو إلى برشلونة، النادي الذي أنت فيه الآن، وكم جعلت من أبناء هذا العالم وهذا الكون يعشقون برشلونة بسبب ليو. هل لنا أن نعرف اليوم كيف كان الذهاب إلى برشلونة في سن مبكر؟ وصلت إلى برشلونة كان عمري 13 سنة، وفي البداية كان كل شيء غريب ومتغير بالنسبة لي، وتأقلمت مع الحياة الجديدة، وكنت كذلك مع طفل آخر كان بعيد عن أهله كذلك ويتدرب معي، وكنا في نفس الظروف، وهكذا تأقلمنا. هل تخيلت بأنك سوف توقع واحدة من أكبر العقود في عالم كرة القدم؟ لا بالحقيقة لا، بالواقع عندما كنت صغيرا لم أكن أحلم بذلك، وبالصعب أن تلعب في الدرجة الأولى مع المحترفين خاصة عندما كنت صغيرا، وفي الواقع عشت أشياء لم أكن أحلم بها أصلا. هل كانت من السهل عليك التكيف مع نادي برشلونة؟ في الواقع في البداية كان الأمر صعبا جدا، كان عمري 13 سنة وقد تركت أهلي وكل شيء في الأرجنتين وبدأت حياة جديدة بالنسبة لي، وكنت محاطا بأناس آخرين بعيدا عن بيتي، وتجد نفسك تلعب مع أحسن أندية العالم، فليس من السهل. إذن هل أستطيع أن أقول لك هل أنت ممتن لفرانك ريكارد باعتباره من قدمك في سنة 17؟ بكل شك، بدون أدنى شك، دائما أقول أنني أدين بالفضل والفرصة أتاحت لي من قبل هذا المدرب في الفريق الأول، وقد أعطاني الثقة عندما كان عمري 16 و17 سنة، وكنت دائما أقول أن تلك كانت حقيبة مهمة في حياتي. كيف كان شعورك عندما لعبت أول مباراة كبيرة مع برشلونة؟ لقد كان إحساسا لا يمكن وصفه، كان حلمي يتحقق أمام عيني منذ نعومة أظفاري، كنت أكافح حتى أصل إلى ذلك اليوم. هل تعتقد أن مستقبلك المهني بدأ عندما سجلت الهدف الأول ضد فريق الباسيتي؟ لا، ليس هذا بالضبط، ولكنه كان ذكرى تاريخية مهمة جدا بالنسبة لي، لأنه سجل أول مرة لفائدة برشلونة، وقد حققت حلمي أن ألعب في الدرجة الأولى مع هذا الفريق الكبير، وكانت خطوة كبيرة أن أحرز ذلك الهدف. أنا شرحت لك في البداية أن معي نجوم كرة القدم في الخليج من دول الخليج كلها، وكل واحد له تاريخ كبير في عالم كرة القدم من الهدافين والمدافعين والمدربين وإنجازاتهم. كذلك لدي المستشار، أنا أسميه معي، اللي هو مستشار إداري وإعلامي كبير، ماجد الخليفي، عنده سؤال بوجه لك إياه. احنا سعداء بوجود ميسي. عندي سؤال، ماذا يعني لك رقم 10؟ خصوصا بعد ترك رونالدينيو للنادي. بالفعل لقد كان أمرا صعبا أن أحمل القميص رقم 10 بعد أن حمله رونالدينو لفائدة نادي برشلونة، وبالطبع هو بنفسه شجعني وقال لي يجب أن تحمل رقم 10، وقد فعلت ذلك بكل ود وبكل حب وبكل هدوء، ولم أفكر في رمزية ذلك الرقم. ميسي، هل لي بأن أسألك سؤال شخصي؟ من هو أفضل مدير أعمال مر على ميسي؟
بالنسبة لي كما قلت أنا أمتن لريشكارد لأنه كان شيئا مهما بالنسبة لي، ولكن غوارديولا أعتقد أنه أحسن مدرب عرفته في حياتي. نعم. هل الكابتن خليل ودك تسأل؟ تفضل. أهلا بك في دولة قطر، وأهلا بك في قناة الكاس والدوري بيننا، احنا نتشرف بك. غوارديولا عندما حقق الإنجازات الكبيرة مع برشلونة طبيعة الحال كانت لكم مساعدة معه كبيرة جدا. ما هي القدرات الخاصة اللي كان يمتلكها، وهل يستطيع بها أن يحقق إنجازات مع بايرن ميونخ؟ غوارديولا له إمكانيات ومهارات كبيرة جدا، وهو ينجح في كل ما يعمل. هو مدرب يفهم جيدا في كرة القدم ويتقن إعداد المباريات والتحضير لكل المنافسين بطريقة مكتملة، وهو يعلمك كيف تهاجم، كيف تتأقلم مع كل خطة حسب المباراة. وأظن أنه كان إنجازا عظيما مع برشلونة، وكان محظوظا بذلك الفريق، وقد أعطى إليه الإضافة اللازمة للنجاح. طيب خلينا أسألك سؤال عن غوارديولا، بما أن الكابتن خليل تكلم عن غوارديولا. هذه قهوة عربية، وأتصور في زيارتك لقطر اليوم تعرفت عليها الكثير. تفضل. قال كيف ينجح ما أقول لك شكرا. ما حاشا. ميسي شكرا. ميسي هو أفضل لاعب رأيته في أي وقت مضى. كلمة قالها غوارديولا، ماذا تعني لك هذه الكلمة؟ في الواقع هي شهادة أفتخر بها، ومن عندما يأتي من قبل مدرب كبير مثل غوارديولا، والذي أعطى الكثير لكرة القدم ولزملائي وللاعبين، والذي درب فريقا كبيرا، أنا ممتن لهذه الشهادة.